السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم عن أصحاب العيون. العين حق، العين حق، تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم عيان إلا من قال ما شاء الله. وقال رسول الله: نصف أمتي في القبر بسبب العين، بسبب العين. يا أخي، يا ابن آدم، يا إنسان، عينك حامية، عينك حار، عينك، قل ما شاء الله. تشوف حاجة قل ما شاء الله، اذكر الله، اذكروا الله، اذكروا الله. معي واحد من أصدقائي يلعب حديد كمال أجسام، فدخلت عليه مكلف حرمة، امرأة كبيرة هي في السن، فما شاء الله الرجال عنده عضلات. قالت له: هذه يدك؟ ما قالت ما شاء الله. قال: ايوه. قالت: انا ايش تبني اتدرب عندك. المهم راحت. الرجال ما غلق العصر، ما غلق المغرب الا ويده كلها خضراء، اليد هذه واليد هذه الثنتين. فمن مستشفى لا مستشفى حاول يتعالج، ما بش فايده. فصار عند قارئ قرآن شيخ، قرأ عليه وحجموا له ونفع عليه اسبوع لما تعالج. المهم ان يده كله خضرت. فالله الله بذكر الله عندما تشوف شيء، ولا ما تبصر شيء ولا شيء لا تكون تمثل اوه يشبه فلان، اوه والله انه يشبه مدري ما هو. هذه عيون، عيون. تبدأ تمثل في الكلام ما تدري الا تقرح على طول جباح. مرع رقم واحد صباحه: اذكروا الله، اذكروا خافوا الله، اذكروا الله، اذكروا الله، قولوا ما شاء الله، اذكر الله وقول ما شاء الله، اذكر الله. عيون. اتقوا الله في انفسكم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. عيون. اعوذ بالله. اذكروا الله يا النسوان، اذكرين الله يا الرجال، اذكروا الله. مسلمين اتقوا الله في انفسكم، كملتوا خلق الله، كملتهم عيون. اتقوا الله في انفسكم.